السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا على خير بألف خير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا اللحم بالبرقوق. عيدكم مبارك مسعود. نتوما ان شاء الله باش ما نويتو بكل التمنيات اللي تمنى شي حاجه يعطيها له ربي. طلبتوا مني نوجد لكم اللحم بالبرقوق. اليوم غادي نشاركوا معكم. عندي اللحم، ندوزو للطريقه. عندي اللحم، عندي كيلو ديال البصله، عندي الملحه، عندي بطبيعه الحال البرقوق، عندي الخرقوم، عندي كاس مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت عاديه، عندي سكينجبير، عندي البزار، عندي جوج ضريسات ديال الثوم. ها هما هادو بعد ما حكيتهم. عندي كنديروا معلقه كبيره ديال الخرقوم، عندي سكينجبير معلقه كبيره، عندي البزار. هذا عندي البزار الابيض والكحل مخلطاهم باش ما كتجيش المرقه كحله مغلوقه. كندير راس المعلقه. علاش ما كنكثرش منه؟ باش ما كتجيش المرقه كحله وما تجيش باش ما تجينيش حاره. عندي الملحه، بطبيعه الحال الملحه كنديروها على قد على حسب الذوق، ما نقولوش مع القياس. كندير هنايا 2 معالق ديال الزيت حتى باقي كنصبو به. بسم الله. كنخلطوا هاد المكونات مزيان. كندير واحد شويه د الماء باش نخلط العطريه. بسم الله. نخلطها مزيان. من الاحسن بحال دابا الانسان يكون هكذايا، من الاحسن نشرملوه بالليل ويبات في الثلاجه ولا غدا نصبوه. دابا انا غادي نصبو. دابا جبدتو من الثلاجه راني كنشرملو وغادي نصبو. دابا غنخليه واحد 5 دقائق يشرب لي شرموله، يشرب لي هاد العطريه، ونديرو في الطنجره. كيجي هكذا زوين، ولكن كل ما تشرمل هكذا يتشرمل بالليل ويبات في الثلاجه كيشرب شرموله، يعني كيجي ألذ، كيجي لذيذ، كيكون شارب العطريه. هذا هو اللي كاين. صافي غادي نخليوه الى جانب على ما يشرب لنا شويه العطريه، يشرب العطريه ديالو ونتلاقاو. اللحمه في الطنجره. انا هذيك العطريه اللي كانت هنا كنزيد فيها الميه، كنخليها قبيله ما قلتها لكمش. تنخوي الزويته الجنيب. كنديروا البصله اللي قلت لكم عندي كيلو ديال البصله، كنخليها نخلي كلشي يتشحر. احنا حلينا على الكوكوط. هي البصيله راها نزلات. كنقلبوا الطريفات ديال اللحم، نقلبوهم وصافي. كنذوقوها من الملحه واش مسوسه ولا هي هذيك. لقيتها مسوسه غادي نزيدها مليحه وصافي، وغادي نولي نشد عليها ونخليها. نتوما ما قلت لكمش فاش من خويت البصيله على اللحم، ها هي راه هي اللي طلقات هذا الماء هذا. دابا غادي نخليها تزيد شويه، وديك الساعات غادي نولي نزيدها الماء ونقفل عليها. صافي غسلته. من بعد ما غسلته كندير له شويه الماء وغادي نديروه يتسلق. منين يتسلق نولي نصفيه. هانتوما انا حليت الكوكوط ديالي. هانتوما كنقلب اللحمه كنلقاها مازال ما طابت، غادي نولي نزيدها الماء ونولي نقفل عليها. وبالنسبه للبرقوق راني قلت لكم سلقته، وغادي نهز المريقه من هنا من الطنجره وغادي نزيدها عليه. كنزيدو الماء الكوكوط، الماء الكافي فين غادي يزيد اللحم مازال ما طاب. صافي نشعلو عليه البوطه. كنهز 2 مغرفات ديال المرقه، كندير نص البرقوق فيه غادي يطيب. هانتوما كندير ربع السكر، كندير القرفه، معلقه ديال القرفه كبيره. بالنسبه اللي ما عندوش السكر كندير 2 معالق ديال سنيده، والحلاوه على حسب الذوق. يلا نتلاقاو ونخليوه يتعسل.
من بعد ما كنخلي البرقوق كيتعسل كنولي نرجع للكوكوط، كنلقى مازال فيها المرقه بزايد واللحيمه مازال ناقصها شويه ديال الطياب، كنولي كنشد عليها، كنولي كنقفل عليها، كندوز ديك 10 ديال الدقائق، كنولي نحل على الكوكوط ديالي، كنلقاها اللحيمه طابت، كنحيد اللحيمه وكنخلي ديك الطنجره كتشحر، ديك المرقه ديال البصيله كتشحر، وكنولي نشوف البرقوق كنلقاه صافي وجد، كنطفي عليه، كنولي كنبقى مع ديك الدغاميره في الطنجره كنديها ونجيبها حتى كتوقف، كنولي الطبق ديال التقديم صافي كنطفي على اللحيمه، كنطفي البوطه، كنولي نهز اللحيمه، كنولي نصب، ايوا، وكنولي البرقوق كنهزو كنزينو بالزنجلان، كيكون عندي اللوز من بعد ما سلقته ونقيته كنقليه، قليته في الزيت، ايوا، وكنزوق به، والطبق التقديم هو هذا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، راه كيجي اللحم بالبرقوق واللوز جا هائل، وواحد المذاق ما عندي ما نقول لكم، مع حتى اللحيمه ديال الغلمي جات كتعطي واحد البنه مختلفه عاوتاني على اللحم البقري. وبالصحه والراحه، ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يصلكم كل ما هو جديد. كنشكركم على التعليقات ديالكم الزوينه